صباحكم جميل وسعيد، وأهلا بكم في لقاء جديد من تأملات في مصر القديمة والرموز بتاعة الشهور زي ما أخدناها دايما من بداية الموسم بتاعنا. إن إحنا كل شهر بيبقى لنا رمز من الرموز بنتكلم عنه، بنشوف وجهة نظر الحضارة المصرية القديمة إزاي هم شافوا الكون من حواليهم. شافوا ازاي الطيور والحيوانات والأشجار والحجارة وكل حاجة من عناصر الكون على الأرض أو في المية أو في الهواء أو في السماء، وقدروا ازاي يشوفوا إن هذا العنصر من الكون مهم جدا وبيأثر عليهم وبيأثروا فيه. والنهاردة هنتكلم بقى عن رمز جديد من رموز الشهور عندنا، وهو الإنسان نفسه. الحقيقة لما جات لي فكرة الإنسان نفسه، لأن إحنا من ضمن الصفات الإلهية في مصر القديمة اللي كان بيقول إنها من ضمن صفات وأسماء الإله، إن الإله ده وصفته إن هو بتاح. وبتاح معناها مبدع، ومعناها خالق، ولكن مش خالق بالفعل، ولكن هو خالق بالفكر، خالق بالمشيئة، خالق بالقلب والنية. وقالوا في النصوص المصرية القديمة إن الإله لما خلق الكون فبيقولوا خلق الإله الكون بالقلب واللسان والمشيئة. ولما بدأوا إن هم يدوروا على حاجة في الكون حواليهم علشان يقولوا إن هذا الكائن الحي متجسد فيه بشكل كبير قوي الصفة الإلهية بتاعت بتاح، اللي هي الخلق، ولكن الخلق بالأفكار، الخلق بالمشيئة، الخلق بالقلب والنية. ما لقوش أفضل من الإنسان إن هو يكون التجسيد الأمثل لهذه الصفة الإلهية. بتاح، المبدع، الخالق، الكرييتيف كرييتور، يعني خالق بس بإبداع وأفضل شكل. فالإنسان هو الكائن الحي الوحيد اللي يقدر يخلق شيء كرييتيف وبأفضل صورة، ويبدأ يطوره ويبدأ يحافظ على وجوده، لأن إحنا متجسد فينا هذه الصفة الإلهية. فالإنسان بهذا الشكل استحق إن هو يشار إليه في الرموز، في النصوص الهرمسية، ألواح الزمرد بتاع التحوت، يشار إليه إن هو أعجوبة الخلق. إن إذا كان الإله الخالق العظيم، إذا كان الإله الخالق العظيم خلق كون عظيم جدا جدا، ومن خلالنا في تأملنا للكون العظيم الكبير بندرك عظمة الخالق. من إيه؟ من عظمة الخلق. يعني لما تتأمل كده في الجبال وعظمتها، والبحار وعظمتها، والمخلوقات من الأكبر حجما للأدق حجما ما نقدرش نشوفها بعينينا. فلما بتشوف دايما عظمة الخلق شكلها عاملة إزاي، فبتدرك قد إيه هذا الخلق العظيم أتى من خالق أسمى وأعظم. في وسط بقى عجايبك الكتير قوي اللي في الكون دي، من أدق المخلوقات إلى أكبرها في الحجم، أعجبهم كمان في الخلق هو الإنسان نفسه، مش الحاجات الدقيقة اللي بنشوفها تحت الميكروسكوب، ومش الحاجات الضخمة الكبيرة جدا زي الديناصورات وزي الحيتان وزي كذا، ولكن أعجوبة الخلق هو الإنسان نفسه. تعالوا نشوف في رسائل تحوت ألواح الزمرد، الرسالة رقم 8 و9 و10، بيكلمنا فيها عن الإنسان وخلق الإنسان وأعجوبة الخالق اللي هو الإنسان. إن لما أكتر حاجة الإله خلقها فيها الإعجاز كله هو إحنا كبشر. وليه إحنا أعجوبة الخلق؟ عشان إحنا المنوط بينا إن إحنا ندور إحنا ليه موجودين، إحنا ليه اتخلقنا.
احنا بنعمل ايه في هذه الحياة؟ طب وما بعد الحياة ايه اللي هيحصل؟ وهنروح فين وهنعمل ايه؟ عشان كده احنا ليه موجودين، وعشان كده احنا أعجوبة الخلق. في رسائل تحوت لو بصينا عليها، الرسالة رقم 8 بتتكلم عن خلق الإنسان. الإله لما بدأ يخلق الإيه؟ الإنسان. بيقول إيه؟ خلق الإله الكون بالقلب واللسان والمشيئة، ووضع الزمن والتغير بإحسانه وخيره. إن هو حط بقى الزمن وحط القدر، إن كل حاجة في الكون القدر بتاعها إن هي تبقى في حالة من التغير والتجدد بشكل مستمر. وبعد أن خلق الإله الكون، أراد أن يخلق كائنا قادرا على الإعجاب. كائن، عنصر في الكون، قادر إن هو يشاهد إعجاب الإله في الكون. يعني وده شيء احنا متفردين بيه. يعني مفيش حيوان ومفيش طير ومفيش اي حاجة في الكون قادرة انها تفكر وتقول سبحان الله في عظمة الاله وعظمة خلقه غير الانسان. فهو عايز يخلق كائن حي قادر ان هو يبص ويدرك الخلق واعجاب الخلق واعجاز الخلق. فاذا قادر ان هو يعجب وقادر ان هو يلمس ويفكر في جمال خلق الاله، وازاي الاله خلق هذا الجمال كله. فسأل الاله كل الكائنات اللي هو خلقها قبل الانسان: ماذا يمكنكم ان تقدموا للانسان اللي انا هخلقه، الاعجوبه اللي انا هخلقها بقى وقادره انها تدرك الجمال والابداع بتاعي في الكون، انتوا هتقدموا له ايه؟ سأل الكائنات الحية، سأل السماء وسأل الأرض وسأل الشمس وسأل الكواكب وسأل كل شيء خلقه قبل الإنسان. فالشمس قالت: سأسطع بالنهار لأهبه البهجة والفرح والحيوية والنشاط. أنا هنور له اليوم بتاعه عشان أديله بهجة وحيوية ونشاط وقدرة. والقمر قال: أنا همنحه بالليل طاقة وقوة تديله راحة وسكينة ونوم، وهننور له الليل العتمة والضلمة بتاعه. وزحل قال: أنا هديه العدالة والالتزام، خليه زي كده معتدل وملتزم. والمشترى قال: أنا هديله السلام وهديله التأني، هخليه يكون بيفكر بعمق كده وبرزانة كده وبتأني. والمريخ قالوا: أنا هديله القوة إنه يصارع ويتحدى ويبقى قادر إن هو يكسب ويدخل في مغامرات. والزهرة قالت: أنا هديله الحب. وعطارد قالوا: أنا هديله الذكاء والمعرفة، بس معاهم هديله التهور والاندفاع. ذكاء ومعرفة بس مخلوطين بتهور واندفاع. دي الايه الحاجات اللي اتخلقت قبل الإنسان. وكان الإله سعيدا كثيرا بكل تلك الكلمات، وقال كلمته بمشيئته فاتخلق الإنسان. ومنذ لحظة خلقه ارتبط الإنسان بكل الكائنات المقدسة حواليه في الكون، كل ما هو على الأرض وكل ما هو في البحر وكل ما هو في الهواء وكل ما هو في السماء. وهو عمال دايما يتفرج ويراقب ويدرك جمال الإله في خلقه زي ما الإله كان عايزه بيعمل. وكان الإنسان روحانيا خالدا غير مرتبط بالأرض في الأول والمادة، فمنحه جسدا ماديا فانيا، وخلق له الأرض والطبيعة بكل ما فيها من خيرات. دي الرسالة رقم 8 بتتكلم في خلق الإنسان. بعد كده بدأ الإنسان ده يراقب الطبيعة من حواليه وبدأ يفهم ويدرك العلاقات ويدرك التأثيرات، فارتفع الوعي بتاعه وأصبح الإنسان الواعي المتحضر. فبيكمل لنا هنا تحوت في الرسائل بتاعته، الرسالة رقم 9، وبيقول في الإنسان الواعي المتحضر: لما تأمل الإنسان حوله وفي حال وديمومة الخلق
في السماء البديعة وجمال الليل المظلم اللي فيه النجوم والكواكب وبتمشي وبتنور، ونظر الإنسان بعجب وإرادة الخلق أو الخالق. فبدأ هو كمان يشوف ويكتشف إن هو قادر يخلق أفكار وأشياء ويعمل لنفسه الكون الخاص بيه. فسمح الإله أن تشارك كياناته الإلهية الكونية الإنسان ببعض من قوتها. فهنا الإله قال للشمس وللقمر والكذا ولكل الكائنات اللي موجودة بقى على الأرض إنها تعطي للإنسان أو تلهم الإنسان أو تعلم الإنسان من قواها وقدراتها عشان الإنسان يشوفهم ويحكيهم، فبالتالي يقدر يخلق كون وحضارة يعم النظام الأرض بالمعرفة. لما يبدأ يتعلم وبدأ يبقى متحضر، فبدأ يحافظ على النظام الأرض بقى موجودة بالمعرفة، طبق العلوم والفنون. فبالتالي الإله أعطى للإنسان من الصفات بتاعته واداله السماح إنه يتعلم من كل الكائنات اللي مخلوقة في الكون. فبدأ إن هو يديله مشاعر ويديله معرفة. فبدأ ينشئ بالمعرفة بتاعته دي البيوت، وبدأ ينشئ أفكار إحياء ذكرى الأموات بتوعه، حط القوانين اللي بتنظم الحياة بتاعته، وبدأ إن هو يحط شكل الحضارة وشكل المجتمع وشكل كذا. وبدأ إن هو يبص دايما حواليه ويتعلم ويشوف إن هو جزء لا يتجزأ من هذا الكون الكبير ويطبق. وبدأت الحضارة وبدأت النور وبدأت المعرفة مع الإنسان من أول ما بدأ إن هو يقول أنا عايز أبقى واعي وإنسان أعيش حياة متحضرة. بيكمل تحوت في الرسالة رقم 10 مع الإنسان أعجوبة الخلق، وقال إن الإنسان لما بدأ يراقب الطبيعة حواليه ويتعلم من كل حاجة حواليه ويبني الحضارة، دخل في مرحلة تطور أعلى وتطور وعي أعلى. اكتشف إن هو المعبد ويسكن فيه الإله. ده مش بس إن الكون من حواليه ملهم ومعلم، ده هو أصلا شخصيا جواه بتكمن الصفات الإلهية المقدسة، وهو عليه بس ان هو يوجه وعيه ويفهم ان هو بيحمل نفس إلهي مقدس وقدرات إلهية مقدسة، فبالتالي يقدر يستخدمها ازاي. فبس ما بقاش بيتعلم من بره، ده بقى عنده كمان معرفة بالسوفت سكيلز بتاعته هو شخصيا. فهنا بدأت فكرة أنت المعبد وفيك يسكن الإله. وكنا عملنا في الموسم اللي فات مجموعة من المحاضرات عن هذه الفكرة، واتكلمنا إن الإنسان بيسكن فيه الإله بصفاته المقدسة المختلفة زي تحوت وزي بتاح وزي أزير وزي أمون. وخدنا عدد كبير من المحاضرات تحت السلسلة بتاعت أنت المعبد وفيك يسكن الإله. فالإله الأول، والإله هو آخر شيء، والكون هو أول المخلوقات، والإنسان هو صورة الإله الأعلى على الأرض. بيحكم الأرض وبيحافظ على العهد الإلهي اللي هو الماعد، إقامة النظام. الإنسان إذا عرف ذاته وعرف قدراته الإلهية المتجسدة جواه هيعرف الكون وهيعرف الإله. وإذا لم يكن واعي بالكلام ده هيعيش الحياة البهيمية الأولى أو الحياة البهيمية الأولى اللي هي بدون نظام وبدون اتجاه. مش هيبقى عارف أنا هنا بعمل إيه، غير إن هو بيعيش بيولوجيا زيه زي أي كائن حي، بياكل ويشرب وينام ويتكاثر بس. فللإنسان طبيعة مزدوجة بتميزه عن الكون وجميع الخلق. هو جسد فاني، إحنا يعني كل الكائنات الحية ليها جسد فاني والروح بتاعتها فانية، لكن إحنا جسد فاني وروح إلهية خالدة يعلو على السماء المسيرة، ولكنه تحت تأثير القدر. احنا كلنا تحت تأثير القدر.
الإنسان أكتر الكائنات الحية ربانية، ما بيخلطوش أي حاجة في الكون في ربوبيته وقدسيته. أي حاجة في الكائنات الحية هو أكترهم، فيتحدث الإله معاه في الأحلام. ربنا بيتواصل معاك وبيعلمك عن طريق التشانلينج، النبوءات، الوحي، الفهم، الإدراك، حاجات كتير جدا وعلى مستويات كتير جدا. كذلك كل مخلوق له بيئة بيسكن فيها. السمك بيعيش في المية بس، والطير قاعد في السماء بس، أما الإنسان يقدر يعيش في أي حتة. فبالتالي هو الإنسان المعجزة، الإنسان الأعجوبة. كما يتفوق الإنسان كل الكائنات السماوية التانية والإلهية التانية اللي الإله خلقها، فهو يقدر يطوع الأرض كيفما شاء، ويقدر يخترق السماء، يطير فيها ويعمل فيها اللي هو عايزه. هو أكبر من أن يكون مجرد إنسان فاني، وأعظم من أن يكون مجرد كائن خالد. وباركه الإله بأن يكون وسطيا، فيحب كل ما هو أدنى منه ويحب كل ما هو أعلى. إحنا حاجة كده فريدة من نوعها، عشان كده كان دايما يقول الإنسان أعجوبة الخلق. يستطيع الإنسان تلقي نور الحياة الربانية، كما يستطيع منح هذا النور، وقد خلقه الإله الأسمى على صورته. و و فبالتالي أصبح هناك الإله والكون والإنسان ثلاثة. الإنسان هو أعجبهم، والإنسان هو أكثر إعجازية فيهم. فمن منطلق الجزء ده بتاع نصوص تحوت وألواح الزمرد، بنتكلم عن الإنسان معجزة الكون وأعجوبة الخلق. إحنا هنا ليه؟ وإحنا هنا بنعمل إيه؟ وإحنا هنا رسالتنا إيه في الحياة؟ تعالوا نشوف المصري القديم جاوب على هذه الجزئية إزاي، وقد إيه من خلال إجابته اكتشف حاجات كتير جدا جدا بتخلي الإنسان هو أعجوبة الخلق، وإن هو صورة الإله على الأرض. أول حاجة، لماذا وجد الإنسان؟ إحنا ليه موجودين؟ المشكلة دي اتطورت في كل الحضارات، كان سؤال دايما في كل الحضارات وفي كل الأوقات، لدرجة إن هو كان أكبر الأسئلة الوجودية في الفلسفة الحديثة، زي جان بول سارتر وكانت وغيره من الناس، اللي هو إحنا موجودين ليه؟ أزمة الوجودية، أنت إيه وبتعمل إيه هنا؟ فالمصري القديم ببساطة بدأ إن هو يقول والله إحنا عندنا مبدئين أساسيين للوجود، وبعد كده ممكن يبقى فيه مبادئ ثانوية، بس الأساسية هي اللي موجودة لأنها هي اللي مستمرة في حياة الإنسان. يعني أنا ما ينفعش مثلا أقول أنا موجود هنا علشان أبقى مدرس. طب وبعد ما تخلص فترة التدريس بتاعتك، أنا بقى موجود هنا عشان أبقى مهندس وأقدم كذا وأخدم المجتمع في كذا. طب بعد ما تطلع على المعاش، انا موجود هنا عشان ابقى استاذ جامعه او طبيب. طب وبعد ما تكبر وما تبقاش قادر على ممارسه المهنه، فالوظيفه في حد ذاتها وجود مؤقت. لكن الوجود الدائم عند الانسان على طول من وجهه الحضاره المصريه القديمه، اول حاجه هي الماعد. الماعد قال ان احنا مجرد، او وجودنا الاساسي اللي باقي ومستمر من لحظه ميلادنا للحظه الانتقال من الحياه المحدوده للحياه الابديه، ان انت بتحافظ على الماعز. انت جاي هنا وعندك ميشن الهيه. ايه الميشن الالهيه؟ ان انت امين، عامل زي اللايبرري يعني كده، انت امين مكتبه. أمين المكتبة عبارة عن إيه؟ شخص مسؤول عن حماية وتنظيم وحفظ النظام والهدوء والترتيب بتاع مكان الناس كلها بتدخل جواه، بتتعلم وبتمشي. فأنت كذلك الأمر زي أمين المكتبة كده، أنت جاي هنا مستلم كون من حواليك. الكون ده بالانسد، في ماعد، في نظام، وأنت مهمتك الأساسية إنك هتتفاعل
وهتتناغم مع الكون اللي حواليك من غير ما تخل بالنظام. فدي الميشن الأولى بتاعتك، الأمانة والحفاظ على الماعد بتاع الكون اللي حواليك اللي انت استلمته ده عهدة. والحاجة التانية، وانت بقى محافظ على النظام ده، الميشن التانية بتاعتك انت جاي تو سيرش عشان تبحث. تبحث عن ايه؟ تبحث عن الإله، وتدور وتعرف وتفهم العلاقات اللي ما بين عناصر الكون المختلفة، وتستخدمها في ارتقاء الوعي بتاعك علشان يوصلك لمعرفة الإله أكتر وأكتر. فإذا أنت جاي في مهمة بحث ومهمة معرفة ومهمة ارتقاء. وأنت بتبحث وبتعرف وبترتقي، تفضل مخلي بالك إن أنت الأكشنز دي كلها ما تخلكش تخل بالنظام الكوني، لأن دي عهدة أنت مستلمها، تولز أنت مستلمها عشان تستخدمها في البحث والمعرفة والارتقاء. فدي كانت الفكرة الأولى، إحنا ليه موجودين. وبعد كده بقى حط أسباب وجودية تانية كتير، إن أنت تتجوز وتكون أسرة وتربي أولاد ويكون لك نسل ويكون لك شغلانة ويكون لك هدف وتسيب إرث علمي وتعمل مش عارف إيه. كل دي أسباب سنوية تبقى واخدها وبتتعرف عليها في رحلتك بتاعت البحث والمعرفة والارتقاء. لكن الأساس أنت بتدور على الديفينيتي، بتدور على الإله، بتدرك وجود الإله خالق هذا الكون، ولكن في إطار الحفاظ على النظام. فوانت بتستكشف وبتدور على هذا الديفاين، بتدور على نفسك وبتكتشف قدراتك، فبالتالي بيبقى عندك ميشنز تانية سنوية إلى الجانب. فبالتالي المصري القديم قال وعشان كده الإله لما خلقنا خلق لينا 3 عناصر أساسية: الأول جسد، والتاني روح، والتالت نفس. ليه 3؟ ليه ربنا ما خلقناش نفس وروح بس؟ ليه في جسد؟ مع ان الجسد ده فاني، والجسد ده ساعات بيبقى حابسنا ومعطلنا وبيعيا وبيموت وبيعمل. ليه اتخلق؟ لان من غير الجسد، النفس والروح مش هيبقى لها وجود في الحيز المادي بتاع الكون، لان الكون ده في دايمنشنز، من ضمنهم دايمنشن او حيز مادي. فانت بالتالي زي ما كواكب ليها جانب مادي وجانب اثيري، فانت لازم يبقى لك جانب مادي انت كمان. وكل حاجه في الكون ليها 3 جوانب: جانب مادي، جانب اثيري، جانب روحي. فبالتالي الاله لما خلقنا، خلقنا جسد ونفس وروح عشان نستخدم ال3 في الرحله الاساسيه بتاعتنا. وفي نفس الوقت ال3 ليهم احتياجات، والاحتياجات دي هي اللي هتحطك في اختبار المحافظة على البالانس. الجسد بتاعك ليه احتياجات، ونفسك ليها احتياجات، وروحك ليها احتياجات. تنازع ال3 أو احتياجات ال3 هو الاختبار الحقيقي في انت ليك احتياجات أو لا. ما انت لو كنت اتخلقت روح بس من غير نفس وجسد، مش اختبار، ان روحك ما عندهاش احتياجات بيولوجية، وما عندهاش احتياجات فسيولوجية، ولا عنده اي احتياجات تانية، هي احتياجاته سبiritual بس. والعكس صحيح، لو اتخلقنا جسد ونفس من غير روح برضو مش اختبار. فالاختبار الحقيقي ان انت تجمع 3 ما بيجمعهمش احتياج واحد، كل واحد فيهم ليه رغبات غير التاني خالص. هو ده الاختبار الحقيقي للإنسان اللي بيدور ويعرف ويرتقي ويحافظ على البالانس في نفس الوقت. فبالتالي المصري القديم لما لقى ان كل حاجه في الكون مخلوقه ليها ميشن، وبالتالي احنا كمان كبشر لنا ميشن، وان احنا مخلوقين من 3 اجزاء او 3 دايمنشن، 3 مكونات، وكل حاجه في الكون مخلوقه من 3 مكونات. قال اذا احنا انثروبوكوزموس. يعني ايه انثروبوكوزموس؟ احنا انسان، احنا كيان مرتبط بالكون. وهنا نشأت فكرة الانسان الكوني. الانسان الكوني يعني ايه؟ يعني الانسان
المتصل بالكون وكل ما فيه. الإنسان اللي بيمثل حلقة الوصل، الجسر اللي ما بين كل ما هو في السماء وكل ما هو على الأرض. هو ده الإنسان الكوني. الإنسان اللي باصص لحال نفسه إن الكون ده عبارة عن دايرة وإحنا جزء في الدايرة، لكن مش مثلث وإحنا فوقيه. دي فكرة المصري القديم عن الإنسان الكوني. فالإنسان الكوني من وجهة نظر الحضارة المصرية القديمة قال ان الوجود ده كله عباره عن نت، شبكه كده متوصله ببعضها، واحنا جزء من الشبكه دي. ما هواش مثلث واحنا فوقيه، لا احنا مش فوق الكون، احنا جزء من هذا الكون. فالانسان المدرك لان كل حاجه في الكون بيجمعها جوهر الهي واحد، هو ده الانسان الكوني. ولما بدأ المصري القديم يبص على فكرة الإنسان الكوني إن أنا متصل بكل حاجة حواليا، فبالتالي كل شيء حواليا أنا بأثر فيه وبتأثر بيه. فبالتالي كل ما أنا اكتشفت الكون من حواليا وعرفت تأثيره عليا، كل ما أنا اكتشفت ذاتي واكتشفت قدراتي واكتشفت قدرات الإله المتجسدة جوايا أكتر. زي فكرة إيه؟ عندنا من ضمن الأفكار بتاعة المصري القديم عن اكتشاف الإنسان لذاته فكرة كده اسمها التسوع. إيه التسوع دي؟ قال لك في 9 صفات أساسية مقدسة جواك. إذا أنت اكتشفت هذه القدرات ال9 المقدسة وعشت بيها وفعلتها، كل ما فعلت واحدة من ال9 صفات مقدسة دي كل ما قربت خطوة من الكمال الإلهي، وكل ما قربت خطوة في الارتقاء والوعي والتحضر. إيه ال9 صفات إلهية دول؟ أتوم، وشو، وتفنوت، وجبن، ونوت، وإزيس، وأزير، وست، ونفتيس. 9 صفات إلهية مقدسة. كل ما الإنسان ومتجسدين في كل حاجة في الكون والطبيعة ومتجسدين جوانا كبشر. وكل ما انت على معرفة بصفة من هذه الصفات ال9 وبتقدر تنفذ البرنسبلز بتاعتها في الحياة، كل ما انت قربت خطوة إلى الكمال الإلهي والمعية الإلهية والوصل الإلهي والعناية الإلهية. حاجات كتير جدا. فايه هم بقى اتوم، وايه هي نود، وايه جب، وايه شو، وايه تفنوت؟ حاجات كتير جدا وصفات الهيه جميله هنتكلم عنها تفصيليا ان شاء الله في شغلنا في الموسم الجاي باذن الله. فالانسان هو على قدر معرفتك واكتشافك بالصفات الالهيه المتجسده جواك، على قدر ارتقائك، وعلى قدر وعيك، وعلى قدر تحضرك، وعلى قدر اقترابك من الكمال الالهي. يعني انت جواك متجسد صفه من صفات الاله، رع، يعني ايه؟ الكاريزما والقياده. متجسد جواك نوت، كل ما هو بيدور جوه عقلك هو بيمثل نوت. ومتجسد جواك جبل، كل ما هو بيخليك متجذر في الأرض ومستقر في الأرض هي صفات إلهية متجسدة جواك بتستخدمها علشان تخليك ثابت. جوه نفسك بيسكن ست، وجوه قلبك بتسكن الماعد، وروحك بيسكنها أمون. فكل جزء من جسمك وجزء تفصيلي من جسدك وروحك ونفسك هي عبارة عن ميكس من الصفات الإلهية المتجسدة جواك. وعليك أنت كإنسان ليه أنت موجود to search to discover الصفات الإلهية دي، وتبدأ تستخدمها في تطوير وعيك وتطوير حياتك في الكون بدون ما تخل بالتوازن. كمان المصري القديم قال طب إذا كنت أنا إنسان كوني ومتصل بكل شيء حواليا وكل حاجة بتأثر فيا وبأثر فيها، فبالتالي أنا عندي جسد لابد إن أنا أستكشفه، وروح لابد إن أنا أستكشفها، ونفس لابد إن أنا أستكشفها.
الهولي اوف ذا هوليز اللي هو قدس اقداسك، اللي هو المكان بتاع روحك، لو عايز تستكشفها كلها فانت انظر الى قلبك وما يدور داخل قلبك واهواءك ونواياك. وكل ما انت عايز تستكشف نفسك ورغباتك وقدراتك النفسية والشخصية، فبتمثل أعمدة الحياة عندك. وأعمدتك دي هي نظام ومراحل ومستويات الطاقة عندك أو الفهم عندك والإدراك عندك، اللي بتمثل عمودك الفقري أو عمود الجد أو اللي احنا بنقول عليها الشاكرا. ووعيك الروحي، وعيك الجسدي، هي عاملة زي الجدران اللي بتحفظ كل شيء جوه المعبد. الوعي بتاعك الرموز والرسومات والكائنات اللي حواليك بتعيش في الطبيعة بتؤثر فيك، فكل ما هو حولك هو اللي بيأثر على الوعي بتاعك. فكن رع في إشراقتك، وكن أزير في استقرارك، وكن معتدلا ماعد في اعتدالك، وكن بص بقى على الصفات الإلهية المتجسدة جواك واللي حواليك في الكون، وابدأ إن أنت حكيها وشوف إيه البرنسبلز بتاعتها. المصري القديم قال: طب طالما إحنا أعجوبة كبيرة جدا كده، ليه دايما بننتمي إلى العالم ده؟ العالم المادي والعالم الفاني والعالم المحدود بالزمان والمكان والجسد المادي المحبوسين جواه، طالما احنا جوانا هذه القدرات الجميلة الكبيرة. لما بدأ يفكر في النقطة دي قادته أفكاره الجميلة إلى إن إحنا أصلا ما بننتميش إلى هذا العالم، ولكن إحنا ننتمي إلى عالم أسمى وعالم أفضل وعالم خالد، عالم سماوي. ومن هنا خرجت النصوص اللي بتتكلم عن الستار سيد. إحنا جينا أصلا منين؟ إحنا جينا من عالم سماوي، من عالم خالد. واحنا في الاصل روح خالده وجسد فاني بيمر بتجربه واختبار على الارض، بس هيرجع الى نفس العالم بتاعه. ايه العالم بتاعه؟ نصوص الاهرامات كلمتنا عن عالم النجوم الابديه، عالم النجوم اللامعه، عالم النجوم التي لا تغرب ابدا، عالم واللي كل الارواح بتاعتنا بعد انتهاء تجاربنا على الارض هنرجع اليها. فاحنا مصدر الروح بتاعتنا ومصدر عالمنا اللي أتينا منه هو عالم النجوم، وهنرجع بعد نهاية تجربتنا إلى عالم النجوم. فهنا بتشير إلى العالم الذي منه أتينا وإليه هنعود مرة تانية، وهو عالم النجوم الأبدية اللامعة. فالإنسان هو من بذرة نجمية، لأن إحنا فينا روح مقدسة أبدية خالدة جاية هذا العالم بتؤدي مهمة استكشاف، مهمة ارتقاء، مهمة وعي، ومهمة حفاظ وأمانة على البالانس. بعدها بترحل من حيث أتت الروح. فهنا الإنسان هو بذرة من النجوم، اتزرع في الطين، في اللي هو جوه الجسد المادي يعني، لينبت النور على الأرض، ثم يعود بعد مهمته إلى موطنه السماوي حيث يسكن بين النجوم الخالدة. فبالتالي إحنا بدأنا نفهم من الحضارة المصرية القديمة: أنت مش من هنا، أنت من عالم أعلى وعالم أفضل وعالم أكبر وعالم أشمل وأعم. وبالتالي ليك لازم عشان تفهم مهمتك تبص بقى على كل اللي حواليك، وتبص على كل ما هو في السماء وبيأثر فيك إزاي، كل ما هو على الأرض وبيأثر فيك ازاي. فبالتالي مثلا الكواكب والأبراج ليها طاقة وليها شخصية، وكل شخصية من شخصيات الكواكب والأبراج والشمس والقمر وليها تأثير علينا، زي ما شفنا في ألواح تحوت الزمردية. فكل كوكب عبارة عن طاقة إلهية أو صفة من الصفات الإلهية، وإحنا جوانا مجتمع كل الصفات الإلهية. فإذا كان الكون من حواليك كل عنصر بيحمل صفة إلهية واحدة، فأنت جواك كل الصفات الإلهية مجتمعة، بس دي أكتف. فأنت بالتالي بتاخد من كل عنصر الصفة
وبتعمل لها اكتيفيشن جواك. فكل ما انت عملت اكتيفيشن لصفات اكتر، كل ما اعتلى قدرك ووعيك وعرفت الميشن بتاعك واديتها على اكمل وجه بدون اخلال لتوازن الكون. فالشمس بتديك اراده، بتدي لك رعى، والقمر بيديك حكمه وحدس، بيدي لك تحوت، والمريخ بيدي لك قوه وانتصار وعزيمه منتو، والزهره بيدي لك حب هتحور، والمشتري بيدي لك فهم روحي عميق جدا شغل اللاهوت أمون، وزحل بيدي لك ثبات واستقرار أزير، وعطارد بيدي لك تخلخل وبيدي لك اندفاعية، بيدي لك ست. فانت عليك ان انت تشوف كل حاجة حواليك هي ايه وبتدي لك ايه، وصفاتها المقدسة المتجسدة جواها وقت خلقها كانت ايه، وانت بالتالي بتتحرك معاها ازاي. وبسبب هذا المفهوم الجميل احنا بدأنا موضوع رمز الشهر، ان احنا نبص في الكون حوالينا ونتأمل مرة تانية في الكون حوالينا عشان نعيد بناء الجسر اللي اتقطع من زمان من أيام أجدادنا وبيننا دلوقتي، وإن إحنا نعيد ربط نفسنا بالكون من حوالينا مرة تانية، ونفهم الميشن بتاعنا إحنا هنا بنعمل إيه وليه موجودين وجايين بإيه ميشن، والفرق ما بين السبب الرئيسي في الوجودية والأسباب الثانوية في الوجود، علشان الإنسان بعد السبب الثانوي لوجوديته ما ينتهي أو يخلص في الحياة بنهاية وظيفة أو طلوع على المعاش أو أيا كان، ما ينتهيش جواه الشعور بالوجودية وأنا هنا بعمل إيه، ويدخل في أزمة وجود كبيرة جدا حار ودار فيها فلاسفة العصر الحديث وهما فلاسفة الوجودية. وإلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية تأملنا اليوم حول الإنسان أعجوبة الخلق. هندخل مرة تانية على اللينك عشان نسمع الأسئلة والاستفسارات.